السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني خواتي متابعي قناة كنيزي تيفي. كيف ما كتلاحظوا اليوم عندنا الروتور نيتس. هذا الروتور هذا للناس اللي عندهم الشبكة، يعني واخد الويفي من عند الجيران وما كيوصل لهمش مزيان. بالنسبة لهذا الروتور هذا يعني انا جايبو بالي من الجوطية كيف ما كيسمعوا ب20 درهم. هذا الروتور هذا كيستقبل الشبكة الويفي وكيولي يفرقها في الدار. الطريقة ديالو سهلة وكيخدم مزيان. اول حاجة كنتوجهو الموطع ديال الويفي، مكان فين كاين الويفي كما كتشوفوا. هذا هي الشبكه هي نيتيس. كندخلو من بعد ما كندخلو للويفي كنكتبوا الكود، كندخلو لاي متصفح، كنعملو الرقم اي بي باش كندخلو هو 192.168.1.1. الواجهه ديال الروتور ما كتطلب لا باسورد لا والو. نضغطو على افونس. من بعد غنعملو واحد تحديث للروتور. الا كان الروتور قديم غنعملو له تحديث جديد. هذه اللغه نختاروا اللغه كلها باش كيعرف يخدم. نختاروا اللغه، اخترت الفرنسيه. من بعد كنمشيو للفيرموير. هنا هذا المكان هذا غنعملو له تحديث، يعني نقلبوا على الفلاش ونشارجيوه من جوجل. ناخذوا الاسم ديال الروتور والسيري ديالو ونتوجهوا اي متصفح. كندخلوا للصفحه اللي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنلاحظوا بان هذا هو الموقع الرسمي ديال نيتيس، ونشوفوا الفلاش ديالنا. الفلاش تقريبا الجميع كيقول بان غادي تفلاشيه بالبيسي، ولكن انا نعطيكم الطريقه باش تفلاشيه من التليفون ديالك. غدوز له الفلاش وما يكون فيه حتى شي مشكل. الفلاش الجديد اللي كاين هو ديال نيتيس 2419. هو في 2419 هو جوج، يعني كان في 1.2. هاد الفيرسيون الجديدة يعني كتخدم الشبكات ديال 4G، والشبكات 5G راه ما كتخدمش لجميع الروتور تقريبا، ما كتخدم لهمش. عملنا التحميل. من بعد ما عملنا التحميل وتحمل الملف ندخلوا للملفات. من بعد من الملفات غنمشيو للتحميل داونلود. غندخلو نقلبوا على الملف اللي حملنا. هو هذا هو ملف زيب. غنعملوا له استخراج الملفات. اللي ما عندوش استخراج الملفات غيستعمل واحد التطبيق راه كاينه في بلاي ستور. هنا عملنا استخراج، غنقلبوا على شي ملف فارغ وغنعملوا استخراج هنا. كيف ما لاحظتوا انا خرجت الملف هنا نيتيس 2419. فهاد الملفات كاملين غنحتاجو ملف ديال بين. هاد اللي مكتوب فيه بين هو هذا، هو اللي عملت فيه العلامه الزرقاء. دابا نخرجوا من هاد الملفات وغنتوجهوا للروتور. ندخلوا للمتصفح، من بعد ندخلوا للروتور. نزلوا للاسفل، نمشيو للفيرموير، نضغطوا على جلب الملف. كنختاروا سامح ومن بعد كتعطينا هاد الواجهه. هنا كنختاروا الملفات، اختاروا الهاتف هو اللي عندنا فيه الملف. ندخلوا الملف اللي حطينا فيه، اللي نزلنا فيه الملف ديالنا نيتيس ويف 2419. غنزلوا للاسفل، غنلقاو الملف هو الاسفل الملف. صافي غنضغطوا على ميزاجور. كيف ما لاحظتوا هذا هو الملف. هنا هو كيدوز الملف، ما بغيتش نبدا لكم من الاول. هو كيدوز، هذا هو الملف كيدوز دابا الفلاش. هذا الفلاش يعني كاينه كما قريتو في التعليق ديال الشركه ديال نيتيس، هو انها كتزيد في القوه ديال الاشاره في السرعه ديال الانترنت. وكانوا شي مشاكل في الاول صلحتهم بهذا التحديث هذا. هاد التحديث هذا كنعملوه من التليفون، يعني ما كنستعملوش كيف ما كيقول الجميع ضروري من الكمبيوتر.
من بعد ما كيتسالى التحديث كنجدو الصفحه كما عطاتنا. كندخلو اول حاجه الويرليس كنبدلو السميه. عندنا نيتيس نعملو كنيزي ولا عمل اللي بغيتي. نعملو كنيزي. كيف ما كتلاحظوا ما كنحريو حتى شي حاجه في المعلومات، كيبقى كلشي كيف ما هو. كنبدلو غير الاسم والباسورد. بدلو الاسم نهبطو للاسفل علقاو باسورد، لان نيتيس كامله معروفه كتعمل الباسورد ديالها هو باسورد ما كتبدلوش. نعملو كيف ما قلنا نكتبو الباسورد هنايا. باسورد اي باسورد ولكن يكون ماشي غير ارقام. انا غنكتبو دابا حقاش غنبدلو غطير الكود هذا لان نبدلو ما نخليش. واهم حاجه هو ان تحيد الويبس. في هذه النسخه هذه كيجي محيد الويبس اصلا دوريجين، كيجي محيد من الفلاش. من بعد ما عملنا الكود كنعملو صاف، كنوليو نرجعو ندخلو لمكان الويفي. كيف ما لاحظتوا انا عندي وصلاني شرطه وحده، ولكن ملي عملت الروتور جديد ها هو الشرطات كاملين عامرين. نكتبوا كلمه المرور اللي عندنا. هذا هو علاش انا جبت هذا الروتور هذا، لان كيف ما كتلاحظوا عندي شرطه وحده ما وصلاش. الان الروتور خدام مزيان والكونيكسيون خدامه مزيان. ندخلوا النيتورك باش ومن النيتورك اللان ندخلوا النيتورك كنبدلوا من الكابل الويرليس. كنضغطوا على البحث عن الشبكات وكنستناو. هنا ها الشبكات اللي عندنا هما هادو الشبكات. كنختاروا شبكه اللي غنخدموا عليها. كيف ما لاحظتوا الشبكات يعني كانوا عندي الشبكات ما كيوصلوش وما كيدخلوش كاع نهائيا. نعملوا النقطه في الشبكه اللي اخترنا، نعملوا كونيكتي. الان نكتبوا الباسورد او الكود ديال الويفي ونضغطوا على صافي. من بعد ما ضغطنا على صافي غنتوجهوا للشبكه كنيزي. كيف ما كتلاحظوا يعني الشبكه باقا ما كايناش. نستنى واحد شويه ما عطاش، غنرجعوا للروتور ونضغطوا كذلك على صاف. يعني كنكونوا واخا ضغطنا ما الكود باقي ما خدمش. نوليو نضغطوا على صاف ونتوجهوا للشبكه. نشوفوا الدي شاب كيف ما كتلاحظوا يعني المكان ديال الدي شاب ما فيه والو. الدي شاب خاوي. يعني واخا تبغي تبدل الدي شاب باش ما يتعارضش الكود كتلقاه خاوي، لان هاد الفلاش او التحديث جا ما فيهش الدي شاب. كيف ما كتلاحظوا هي الشبكه خدمت متصل والشراطي ديال الويفي عامرين والكونيكسيون كتكون خدامه مزيان. وكيف ما كتلاحظوا الكود ديال الاي بي مختلف، يعني 192.168.0.1. هذا هو الاي بي اللي نبقاو ندخلو به للروتور. كيف ما كتلاحظوا نتوجهوا للبارير ديال الانترنت وغنكتبوا الاي بي اللي غندخلو به. باش نعرفوا واش دي شاب خدمت او بقى المربعات ديالها خاويين. كيف ما لاحظنا هي عطاتني الصفحه ديال الروتور اللي شابر منه هنا، وهذاك دليل على انني انا ضغطت على واحد يعني كيتعارضوا مع بعضياتهم. غنولي نحذف ديك الواحد ونعمل بلاصتو صفر. نحذف
الواحد ونعمل صفر ونعمل دخول. هذا اللي قلت لكم بان التحديث عطى بان دي شاب كتحيد من عندهم، يعني هي اصلا محيده ومعدل 0 1. افونس ندخلو النيتورك، من بعد نيتورك ندخلو اللان نيتورك. هذه الفيرسيون اللي شفنا، انا كانت عندي الفيرسيون 1.v1.19 فاصلة 19. دابا v1 v2.2. ندخلو النيتورك باش نشوفو دي شاب واش كاين. نضغطو على لين. كيف ما كتلاحظوا يعني الديشاب ديال التعارض ما بقاش، لان صافي كيف ما كتلاحظوا يعني الاي بي تعدل وكل شيء مزيان والكونيكسيون خدامه مزيانه. وما تنساوش الاخوان الدعم ديال القناه ديال الكنيزي محمد، نتمنى انكم تدعموها وشكرا لكم. وهذه هي القناه ديالنا وهذا هو اليوتيوب. كيف ما كتلاحظوا السرعه ديال الدخول. هذه القناه ديالنا، ما تنساوش الدعم ديالنا وشكرا لكم. نتمنى لكم ايام سعيده، وفيديو اخر ان شاء الله يا ربي غيكون على